السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جولتنا مختلفة. النهارده جولتنا بادئة من شارع زكي السماك. صورت لكم ارواب وبرانس العرايس اللي كنتوا طالبينها، وكمان يا بنات العبايات الخروج لقيتها لكم حلوة جدا في مكان في زكي السماك. برضو هوريه لكم، مصوره لكم المكان عشان تعرفوا تجيبوا العبايات الحلوة دي منين. العبايات بصراحة كانت ب100 جنيه بس، كانت اشكالها حلوة قوي. بصوا الارواب والبرانس دول. انا كده كنت قدام معرض المسعودي في شارع زكي السماك يا بنات. طبعا شارع زكي السماك على أو اللي هو على ناصيته مطعم زكي السماك، مطعم سمك كده معروف في الوكالة. لو قلت لأي حد وهو ماشي فين مطعم زكي السماك هيشاور لك عليه، هو الشارع اللي جنبه على طول. الأرواب دي كانت والبرانس ب50 جنيه، والبيجامات دي اللي أنا بصورها لكم دي ب45 جنيه. برضو في الستاند اللي جنب على طول، الستاند اللي هو بتاع الأرواب والبرانس. بصراحة الحتة دي اكتشاف، اول مره اروح اصور لكم فيها في الشتاء كده. لقيت فيها حاجات كتيره جدا حلوه وحاجات لقط. يعني تخيلي الحاجات دي ب45 جنيه. بصراحه ما كانش فيها حاجه يعني، ولا كان فيها عيب ولا اي حاجه. وكان جميع الاعمار يعني. شايفين زي ما انتم شايفين كده، بيبيهات وغايه سن 12 سنه 13 سنه هتلاقي لهم بيجامات وحاجات. هنا برضو لقيت البيبيهات ده موجود. كان حلو جدا الحاجات دي، ولقيتها كمان من ماركات. يعني لقيت حاجات H&M، ولقيت كمان من جونيور. هوريكم الحاجات اللي من جونيور اللي انا لقيتها برضو عجبتني قوي. وبصوا البيجامه زي دي حلوه خالص، وبالبنطلون بتاعها. كل الحاجات اللي هنا التيشيرت والبنطلون هتلاقوا حاجات قطيفه، وهتلاقوا حاجات ميلتون، وهتلاقوا حاجات شكلها حلو. كل اللي انا عايزه افهمه لكم يا بنات ان الوكاله فعلا طول ما انت بتلفي فيها وبتدوري هتطلعوا بحاجات جميله، وهتطلعوا بحاجات لقط، وهتطلعوا حاجات فعلا باسعار رخيصه خالص. كل البيجامات والحاجات اللي انا بوريها لكم دي انا كده واقفه ب45 جنيه. وانا كده واقفه عند معرض المسعود في شارع زكي السماك. ده معرض بتاع عربيات. بصوا يا بنات من جونيور اهو. شايفين ماركات يا بنات، كله ماركات هنا، كله ماركات هنا. بقى كنت لاقيه الجواكت دي كانت تقريبا ب120 جنيه. بس بصراحة كنت مستغلية التمن بتاعها، لاني بال120 جنيه ممكن اجيب جاكيت احسن بامبا برضو زيها بس بكم يدفيني اكتر. لان الجواكت دي بحس ان هي ما بتدفيش. ممكن تبقى الفترة اللي هي قبل الشتاء الخريفي يعني، ممكن تلبسي مثلا تحتها بلوفر بيزك او حاجة. بس عشان انتوا كنتوا طالبين الجواكت دي فانا قلت اصورها لكم اوريها لكم برضو. الاذواق بتختلف واحتياجاتنا كمان بتختلف. الحاجة اللي ما تعجبنيش بتعجبك. يعني ممكن اقول لا ده ما بيدفينيش في الشتاء، حد تاني ممكن يلبس بلوفر تحتيه يدفيه ويبقى زي الفل يعني. وده ب120 جنيه، انا ممكن اخره اجيبه ب80 جنيه. بصوا بقى هنا العبايات دي ب100 جنيه برضو. صورتها لكم كان قدام معرض المسعود. اديتكم اللقطة بقى عشان تعرفوه. ده كده اللي هو معرض العربيات يا بنات. ب100 جنيه. طبعا الستاند كان عالي جدا ووجع لي ايديا وحاجة يعني. بس ما قلت اتحملت على نفسي، قلت معلش عشانكم استحمل اي حاجة. وبرضو صورت لكم العبايات بسيط. واللي الحلوة دي. عجبني فيه كانت ان في بصراحة مقاسات شكلها كبيرة، حلو. كان يعني في في ستراس مقاسات كده واسعة من العبايات دي، واشكال كتيرة زي ما انت شايفة كده. يعني هو اسود بس يبقى فيه بقى ستراس، بيبقى فيه لون كده في الداخل، فيه حاجة كده بسيطة. هنا بقى كنت بصور لكم السويت شيرتات دي ولقيتها كده ما كانتش عاجباني فوتها. وهنا بقى كنت بصور لكم الكاردات دي، خدت عينيا يعني، خلتني اسيب حتى الستاند بتاع السويت شيرتات دي. بصوا هنا بقى كان ب80 جنيه اي كاردي من هنا. بصراحة عجبني جدا، كان صوف كده وشكله حلو. والجواكت دي كمان خطيرة لو لبستيه على بنطلون واسع وايد ليج، يا سلام على الشياكة. بصوا في كمية بلوفرات هنا ب80 جنيه. كانت بصراحة شكلها حلو وواسعة وطويلة وحاجة كده واو. ده كان قدام مطعم زكي السماك. لقيت لكم البلوفرات الحلوة دي مهير وهنا كده من زارا برضو براند. وحاجات بقى هتلاقوا حاجات كده في النص كده براندات. وفعلا زي ما قلت لكم طول ما انتوا بتدوروا هتلاقوا حاجات جميله. شايفين انا واقفه فين؟ اي ستاند بصوره بديكم اللقطه كده انا واقفه فين عشان تبقوا عارفين بالظبط. ده كده كان قدام شارع، قدام مطعم زكي السماك في شارع زكي السماك يا بنات. هنا بقى كان اللبس بتاع الاطفال ده ب35 جنيه. برضو حبيت كده ان انا اديكم اللقطة عشان تبقوا عارفين برضو شكل اللبس عامل ازاي. شايفين هنا ب35 جنيه اي سويت شيرت من هنا. بصراحة كان حلو وعجبني خالص بقى. يعني دي اكتر حاجات عجبتني فعلا في الدنيا يعني. بصوا الحاجات دي كمان. وده انا كنت كده دخلت محل جنب معرض المسعود على طول.
كان اسمه المدينة المنورة في شارع زكي السماك يا بنات. بصوا حاجة زي كده كمان. الجواكت دي بقى كنت لاقياها ب120 جنيه عندهم، ففعلا كان حاجته حلوة. بصوا كان في الصيفي المحل ده كان منزل بلوزات كانت كلها براندات H&M وزارة وحاجات كده جميلة جدا ب25 جنيه. وانا كمان كنت بقى ساعتها واصفة لكم وداخلة الشارع كده مصورها لكم الدخلة بالمحل بكل حاجة. ففعلا المحل ده بصراحة حاجته حلوة شتا وصيفي. ده كمان شكله حلو جدا وعجبني جدا. بصوا يا بنات الجواكت القصيرة كانت ب120، والجواكت الطويلة اللي زي دي كده ب180. فكان بصراحة كل الجواكت دي كان شكلها حلو وجميلة جدا وبامب كده واسعارها كمان زي ما انتم شايفين كده حلوة قوي. هنا كمان عجبني الجواكت الجينسي دي، كانت اي حاجة من هنا ب175 الجواكت الجينسي الحلوة دي. وفعلا فعلا المحل ده حاجته حلوة، وفعلا لو رحتوا هتلاقوا حاجات فعلا جميلة. معرفتش اجيب لكم الرقم لان مكانش عايز يحط الرقم على النت، بس انا خلاص يا بنات كده وصفت لكم. هو تاني محل على طول جنب معرض المسعود، هتلاقوا الحاجات الحلوة دي. بصوا بقى هنا كمان الجاكيت ده كان مبطن كده وجميل جدا ب120 جنيه. زي ما قلت لكم الجواكت القصيرة ب120 والجواكت الطويلة ب180. كده انا بقى خرجت خالص ورحت لكم عند متحف المركبات الملكية. انتوا عارفين طبعا ان ده اكتشافي اول واحدة صورت هنا، واول واحدة نزلت لكم المحلات اللي جوه في الحارة دي حارة راسم يا بنات. هتلاقوني عامله لكم فيديوهات كتيرة جدا عنها من سنة وسنتين كده، لان الحارة دي فعلا انا دخلتها وحسيت بقى نفسي يعني في مكان كده في كل حاجة رخيصة. يعني الحاجات اللي انا بوريها لكم السويت شيرتات دي كانت ب45 جنيه ومبطنة وحلوة جدا. ولقيت لكم كمان البناطيل الجينز ب40 جنيه. بصوا هنا الحاجات دي ب45 جنيه، شايفين اهو، وحاجات مهير وشكلها حلو جدا وطويلة واعمار كبيرة. يعني الحاجات دي 13 14 سنة، وكمان يتلبس اكبر من كده كمان. وهنا كمان بقى كان اللي هو اللبس بتاع اللبس اللي هو بتاع البيبيهات من اول سنتين. يعني انت هنا هتلاقي كل الستاند في جميع الاعمار كده زي ما انت شايفه. وبقى هنا كان في اللي هي الباديهات بتاعت اديداس، وهتلاقي التيشيرتات اللي هي بتاعت بولو، وهتلاقي حاجات بقى جميله. يعني بصوا ده كده الكمام جينز وحاجات. بصراحه الكوليكشن ده كان عجبني اكتر حاجه في الدنيا. بصوا هنا بقى البناطيل دي ب40 جنيه اي بنطلون من هنا. وهنا انا كنت عند خالد وهنزل لكم الرقم بتاعه. خالد بصراحة المحل بتاعه حلو قوي. كمان مصوره لكم عبايات بيتي قطيفة جميلة جدا عنده. كمان مصوره لكم المحل بتاعه. هسيب لكم ده كله بعد الفيديو ده، حبيت ان انا اخليه فيديو منفصل عشان تعرفوا تتفرجوا يا بنات. بصوا بنطلون زي ده حلو جدا. على فكرة البناطيل دي انا بصيت عليها لقيت من جوه جونيور وH&M وماكس. بصوا ده حاجة كده ريد تاج اهو. حبيت بقى اصور لكم بناطيل كنتوا طالبينها مني، اصور لكم البناطيل الحلوه دي ب40 جنيه اي بنطلون من هنا، فيا بلاش يعني. وزي ما انتم شايفين البناطيل بخامتها يا بنات. ده كده كان من H&M. بصوا ده كمان من ريد تاج. كل البناطيل هنا كان بصراحه براندات واسعارها مناسبه جدا. 40 جنيه مش حاجه خالص، وعلى خامه البنطلون وعلى انه جديد كمان وعلى انه ماركه يا بنات. الماركه دي يعني تلبسيها للولد ولا للبنت وتغسليها وتلبسيه وتغسليه ما يقدمش معاكي يعني الا بعد مدة، مش زي الجديدة اللي احنا بنجيبها من المحلات لا. ولو جبت حاجة زي كده من ريد تاج هتلاقيه طبعا بسعر عالي قوي، يعني ده ممكن يكون اصلا بربع تمنه. بصوا بقى هنا كمان البنطلون الجبردين ده عجبني، كان شكله حلو، بس كده تحسي ان هو كان يلبس مثلا 5 سنين. بصوا حاجه زي كده قطيفه. بصراحه كانت اشكال البناطيل هنا عجبتني قوي، قعدت اصور لكم كده كل البناطيل دي. وبصوا ده كمان البيج ده خطير، وكمان ده يلبس مثلا 7 سنين او حاجه. هنا بقى وصلنا للبناطيل بتاعتنا الحلوه دي، وكنتوا عايزين مني اصور لكم البناطيل دي. بصوا البناطيل دي ب120 جنيه، وانا كده كنت خلاص جنب عارفين اللي هو محل ابو غالية. عند كده بوابة الوكالة هتلاقوا محل مكتوب عليه بوابة الوكالة،
وده كان مقاسات بقى، يعني ده مقاسات، عنده مقاسات كتيرة جدا والوان كتيرة. عنده الحاجات الكاتنج دي، وكان عنده اللي هو الاسود والجينز الفاتح ده اللي هو الايس، وكمان اللون الاسود ده انا مش عارفة لون الجراي. وهنا كانت البناطيل دي كانت ب120. وصلت هنا انا كده بقى جنب بالظبط محل بوابة الوكالة، يعني جنبه بالظبط. السويتشيرتات دي لقيتها ب65 جنيه. وطلعت لكم كام حاجة منها كده عشان كنتوا بتسألوني على السويتشيرتات دي رجالي وكده. برضو حبيت ان انا اديكم اللقطة يا بنات عشان تبقوا عارفين بالظبط الحاجات دي موجودة فين. يا رب يا بنات تكون الجولة النهاردة عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة، وقولوا لي بقى انتوا عايزين اصور لكم ايه تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.